السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خبيزات ديال الضياف، خبيزات ديال النهار الكبير. نبداو بسم الله على بركه الله. عندي زلافه ديال الفينو، كنضيف الزلافه الثانيه. الفينو السميد الناعم جدا غادي نغربلهم. كنضيف بسم الله معلق واحد جباني ديال فرينه البلديه، كنغربل. غادي نخلط النواشف. كنضيف بسم الله معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، الخميره الفوريه، 2 معالق ديال العسل، تقدروا تعوضوهم بسنيده ماشي مشكل. كنضيف معلقه كبيره ديال الحليب مجفف نيدو، نص معلقه ديال الملح اولا معلقه صغيره، 2 معالق كبار ديال الزبده اولا زيت نباتيه، عفوا زيت نباتيه، ولا تقدروا تعوضوهم بزيت الزيتون. غادي نبدا بسم الله نعجن بالماء اللي كيكون دافي. غادي نعبر معكم الماء ضروري. كنخلط بعدا الخميره مع العسل حتى كتذوب لي الخميره وكتفاعل لينا شويه. الماء حاولوا ما ديروش سخون نهائيا، ديروا غير دافي. صافي بعد ما تخلطوا لي غنبدا بسم الله نعجن. حاولوا العجين في الاول طلعوها خفيفه ما تكونش قاصحه. كنضيف الماء بشويه بشويه، انا كنجمع على هذا الشكل هذا. بالنسبه للمهم هذه الكميه اللي هزات لي انا جبانيه ونص ديال الماء. كنضيف الجبانيه الثانيه على دفوعات. فاللي عنده العجانه وبغى يستعملها يستعملها. انا عندي العجانه ولكن بغيت نخدم معكم باليدين ديالي من الافضل باش كلشي يكون واضح. فغادي نضيف الماء رشيشه رشيشه بحال هكا وانا كندلك. المهم هاد العجينه هذه صراحه دغيا دغيا كتدلك، ما كتوحلكمش نهائيا، سهله بزاف. كنضيف بسم الله الماء رشيشه رشيشه وانا كندلك كما كتشوفوا، غير واحد تقريبا واحد 2 دقائق وحنا كندلكو، راه دغيا دغيا كيتدلك هذا الخبز هذا وكيجي رائع بزاف ويحمر لكم وجهكم قدام ضيافكم توجدوا نهار العيد. صراحه من اروع ما يكون. وكنبقى نضيف الماء رشيشه رشيشه وانا كندلك حتى كنتحصلوا واحد العجينه اللي كتكون خفيفه، ما تقصحوهاش نهائيا باش الخبز ديالكم كيجي خفيف وزوين. صراحه في اي نوع ديال الخبز بغيتو يجيكم زوين حاولوا تخليو العجينه خفيفه ما تقصحوهاش نهائيا. كنبقى ندلك بشويه بشويه. انا وكنقيس بايدي مره مره، كنشوف القوام ديال العجين كيفاش خاصو يكون. صافي ما قطعتش معكم المرحله ديال العجين باش تشوفوا راه ما كيتاخذش الوقت نهائيا. فخليتك من المرحله ديال العجين كامله. فكنخبطها بهذا الشكل هذا بحال ندير السفنج، بحال كنخبط في السفنج. المرحله دي كتدخلنا الهواء في العجين، كتجي واحد العجين اللي رخوه وزوينه بزاف. صافي بعد ما صليت الماء كما كتشوفوا هذا النص جبنيه شاط عليا. كنضيف دابا في المرحله الاخرى معلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون لينه، زبده حيوانيه ديال البواطه، اي زبده عندكم تستعملوها ماشي مشكل. وكنبدا بسم الله ندخل ديك الزبده مع العجين على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا العجين كتبان لكم راه خفيفه وكتلتصق في اليدين. ضروري من هذه المرحله هذه تبعوا المراحل كما هما باش يجيكم الخبز ديالكم زوين. بعد ما ساليت غادي نبدا بسم الله ندهنها بالزيت. ضروري كدهنها بالزيت النباتيه. كنحاول نجمع على الجوانب ديالها، كنحاول نخلي لها الوجه ديالها املس، وغادي نغطي عليها بالسلوفان وكنخليوها في المرحله الاولى. ضروري كنخليوها كتختمر مزيان حتى كتضاعف لها الحجم ديالها. انا خليتها المده ديال نصف ساعه. كما كتشوف العجين تبارك الله كتجينا كل فقاعات، كتجي واحد العجينه رائعه. غادي نغطي عليها بواحد الزيف ونزيد عليها واحد المانطو ونخليها تخمر مزيان. المهم على حسب الجو اللي عندكم نتوما. دابا راه الحال سخون، اخذت ليا نصف ساعه ديال الخموريه وهي كتختمر مزيان. كنخليو لها وقتها في الاول. صافي غادي نغطي عليها بالزيف ونرجع معكم ان شاء الله ملي تختمر لنا العجين. صافي العجينه بعد ما خمرات ليا هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا تبارك الله، راه ضاعف لها الحجم ديالها. كنحيد منها داك السلوفان. وفي هذه المرحله ضروري كنستعنوا بالزيت، ما كنستعنوا لا بدقيق لا بفينو ولا حتى شي حاجه، غير بالزيت. كندهنوا اليدين ديالنا بالقليل ديال الزيت. ضروري دهنوهم مزيان. وكنبدا نفرغ الهواء من العجين ديالي. كما كتشوف تبارك الله العجينه كتجينا كلها فقاعته مدلوكه وخفيفه. وكنبدا بسم الله نقطع في الخبيزات ديالي. انا الخبيزات غنديرهم متوسطين، ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار. هاد الكميه عطاتني 7 ديال الخبيزات، الحجم ديالهم اللي متوسط. فالخبيزه اللي قطعتها
كنحاول ما ندخلوش لا الزيت لداخل ديالها، غير من الفوق، غنخليو الزيت غير من الفوق هكا. وديروا واحد اللاطه، انا غادي نطيبهم في الفران ديال الغاز، عندي واحد اللاطه الكبيره نديرها فيها ورق الزبده ودهنها بالزيت، وكندير فيها الخبيزات ديالي مباشره. فحتى اللي بيطيبهم في الفران ديال الذره نفس العمليه، بحال بحال كديروهم في اللاطه، كترشوها بالزيت لما عندكمش ورق الزبده. وصراحه ورق الزبده كيجي رائع في الطياب. فكنقسم الحبات ديالي كاملين على حسب الرغبه ديالكم، الحجم ديالهم كما قلت لكم، انا درت غير عيني ميزاني وكنقطع. فهما هادو الشكل ديالهم في اللاطه كما كتشوفوا. كتحاولوا تخليهم باعدين، انا زاحمتهم في الاول، ولكن من بعد هزيت ديك الخبيزه الاخرى ديك الساعه حتى درتها في لاطه بوحده من الافضل. فكنحاولوا نطلقوهم. بالنسبه اللي بغاهم يجيو فيهم البابه بزاف يخليهم غلاط شويه، انا ما كيعجبونيش يجيو غلاط بزاف صراحه، كنخليهم السمك ديالهم متوسط. فحاولت نقرصهم مزيان. المهم التقرص ديال العجين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. كنطلقوهم بالزيت من طبيعه الحال، كتشوفوا راه يدي مدهونين بالزيت، وكنحاول نطلقهم. انا طلقتهم مزيان، بغيتهم يجيوكم غلاط ما تطلقهمش مزيان. بعد ما ساليتهم في الطليق كندهنهم بحبه ديال البيض كامله اللي درت معها قطرات ديال الخل. كندهنهم قبل ما يخمروا في هذه المرحله هذه. وغادي ناخذ واحد الشفره اللي كتكون حاده، كنحاول نفلح بها الخبيزات ديالي. هذا فقط للتزيين، مبغيتوش تفلحوهم ما تفلحوهمش، خليهم غير هكا على حسب الرغبه ديالكم. فكندهن الخبيزات ديالي كاملين على هذا الشكل هذا. فخديت شفره حاده، غنبدا بسم الله نفلح فيهم. والخبيزه الاخرى اللي عندي قلت لكم في اللاطه هي هذه. فكندير عليهم بحال علامات زائد، نفلحهم. ومن بعد غادي نرشهم بالجنجلان. جنجلان عادي، يعني عندي الجنجلان الاحمر العادي. الا عندكم الجنجلان البيض صراحه هو كيجي اروح، انا ما توفرش ليا، استعملت غير الجنجلان العادي. وغادي نغطي عليهم بالسلوفان ونخليهم يختمروا لمده ديال 20 دقيقه. وفي هذه المده كنخليهم يختمروا، الفران كيديروا كيسخن مزيان مزيان. بالنسبه اللي بغا يطيبهم في الفران ديال الغاز يسخنوا مزيان. ملي تكونوا كتغرسوا فيهم حاولوا ديروا ديك الساعه كيسخن. صراحه انا بغيت نزرب عليهم، عندي الفران ديال الضو ولكن بغيت نزرب عليهم طيبتهم في الفران ديال الغاز حيت كان عندي شي مشاغل اخرى. فاذا طيبتهم في الفرن ديال الكهرباء صراحه كيجيو افضل، حيت الطيب ديال الفرن ديال الكهرباء ماشي هو ديال الغاز صراحه. المهم حتى هكا جاو رائعين، غير المهم على حسب الرغبه ديال كل واحد. مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم في الفرن ديال الكهرباء. صافي غادي ندخلهم من الفران. كما قلت لكم اللي خمروا ليا غادي ندخلهم من الفران اللي كيكون مسخن مزيان مزيان. كنخليوه على في الاول على النار اللي كتكون مجهده، ملي كتبانوا الخبيزات ديالنا تنفخوا كنقصوا لهم على النار اللي كتكون متوسطه، وكنخليهم حتى كيبان لينا تحمروا من التحت، وكنهبطوا من الفوق يتحمروا، كنهبطوا من التحت يتحمروا من الوجه ديالهم. والطريقه راه سهله بزاف. صافي بعد ما اختمروا لي كما كتشوفوا راه كيضاعف فيهم الحجم ديالهم. هذا هو الشكل ديالهم. كتحاولوا ما تغطوش بشي عليهم بشي زيف ولا شي حاجه، غير هكا. وصافي نتلاقاو ان شاء الله منين نخرجهم من الفران ونوريكم الشكل النهائي ديالهم كي تيجيو. تبارك الله كيجيو رائعين بزاف، و تحميره الوجه صراحه. صافي بعد ما خرجتهم من الفران هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا. تبارك الله كيجيونا رائعين ومحمرين، كيجيو بحال شي قرص صراحه مبينش عليهم كاع خبز. كيجيو مفشفشين ورائعين. انا ملي خرجتهم من الفران مباشره خطيت عليهم بواحد الزيف، خليتهم حتى بردوا تماما باش دزت نشاركهم معكم. كما كتشوفوا صراحه اللي شافهم من بعيد يقول ماشي خبز، كيحمروا لكم وجهكم قدام عائلتكم وضيافكم، وكيجيو رائعين ولذاذ. فقسمت معكم وحيده كتجي من الداخل كما كتشوفوا. تبارك الله كما قلت لكم انا ما كيعجبنيش تجي فيه من البابه بزاف، كنخلي السمك ديالهم متوسط. اللي كيبغي البابه بزاف يخليه مغلاط. فهذا هو الشكل ديالهم، كيجيو خفافين ومحمرين ومجمرين. صراحه من اروع ما يكون، من احسن الخبز اللي جربت انا شخصيا. وقدمت معكم في واحد الطبيسيل باش يبان لكم مزيان. ونتمنى ان شاء الله تجربوه ويحمر لكم وجهكم. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى وفيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.